من أول ما شفنا قلعة ديزني على الشاشة حسينا حالنا عم نفوت على عالم تاني، عالم فيه الفار بيحكي والأميرات بيغنوا والأحلام بتصير حقيقة. ديزني قدرت تسرق القلوب الكبار قبل الصغار وتخلي الخيال جزء من حياتنا اليومية، بس بنفس الوقت في ناس بيخافوا من هالقوة الكبيرة وبيقولوا إنه الشركة عم تتحكم بالقصص اللي بنكبر عليها وعم ترسم صور معينة عن العالم. حتى أحيانا بتدخل رسائل أو أفكار ما بتتناسب مع كل الثقافات. بين السحر والقلق ديزني بتضل امبراطورية ما فيك تتجاهلها. أنا بقناتي بحكي عن كل شيء بصدق وأمانة، والمصادر موجودة، وعندي غير اللي قبلي اللي حكوا بنفس الموضوع. بس خليك معي للنهاية، وإذا عجبك الفيديو يا ريت تضغط لي اشتراك ولايك وشير هالشغلات الظريفة، ويلا نبلش. سنة 1923 بزاوية صغيرة من هوليوود أخين اسمهم والت وروي ديزني كانوا قاعدين على طاولة خشب قديمة عم يرسموا أحلامهم قبل ما يرسموا شخصياتهم. ما كان حدا متخيل إنه الخطوط البسيطة رح تصير بداية إمبراطورية اسمها اليوم ذا والت ديزني كومباني. من أول فيلم كرتون بالأبيض والأسود لحد ما صارت تمتلك أضخم استديوهات، 11 مدينة ملاهي، شبكات تلفزيونية عالمية مثل اي بي سي والاي اس بي ان، ومقرها في بيريانيك بكاليفورنيا. بس تأثيرها واصل لكل بيت ولكل شاشة ولكل قلب. بأوائل سنة 1923 بمدينة كانساس سيتي ميزوري، شاب اسمه والت ديزني رسام كرتون عنده خيال ما له حدود قرر يعمل فيلم قصير وسماه أليسيز وندرلاند، يعني أليس ببلاد العجائب. أليس هو أول عمل من سلسلة أليس كوميديز اللي ابتكرها والت ديزني، وبيمزج بين التمثيل الحي والرسوم المتحركة. الفيلم كان غريب وجديد بوقته. طفلة صغيرة اسمها فيرجينيا ديفيد عم تتفاعل مع شخصيات كرتونية مرسومة. هالفكرة لفتت نظر موزعة أفلام اسمها مارغريت وينكلر، واتصلت بوالت وتخطط معه لسلسلة أفلام كوميدية من نفس النوع. والت وأخوه روي شدوا الرحال على لوس أنجلوس ب 16 تشرين الأول 1923، وفتحوا أول ورشة كرتون بمرآب بيت عمهم روبرت. ومن هون بلشت حكاية ديزني. بعد كم شهر نقلوا الشغل لوسط المدينة وصار عندهم استوديو جي بعام 1926، وضلوا ينتجوا أفلام أليس لحد 1927. بس لما خلصت سلسلة أليس، والت ابتكر شخصية جديدة، أوزوالد ذا لاكي رابت، يعني الأرنب المحظوظ رابت، وعملوا منه 26 حلقة. كانت شركة وينكلر بيونيفرسال بيكتشرز بتوزعها. بس بشباط 1928 خسر والت العقد، وزوج وينكلر تشارلز مينتز أخذ كل رسامي ديزني معه. ما بقي مع والت غير رسام واحد واسمه يوبي أيورت. كانت ضربة موجعة، بس مثل أي بطل بقصة والت ما استسلم، وهون كانت الشرارة اللي راح تولد أسطورة أكبر من أوزوالد نفسه. بعد ما خسر والت ديزني شخصية أوزوالد الأرنب المحظوظ، الكل كان مفكر إنه نهايته قربت، بس الحقيقة كانت هي مجرد بداية جديدة. سنة 1928 قعد والت مع الرسام المبدع يوبي وبلشوا يخطوا ملامح شخصية جديدة، شخصية صغيرة بأذان مدورة وابتسامة ما بتنتهى، اللي هي شخصية ميكي ماوس. وب 18 تشرين الثاني 1928 طلع أول فيلم لميكي ماوس بعنوان ستيم بوت ويلي، وكان أول كرتون فيه صوت متزامن مع الحركة، شيء ما كان حدا شايفه من قبل. العرض الأول كان بمسرح كولوني بنيويورك، واليوم صار اسمه مسرح برودواي والجمهور انبهر بالعرض. ديزني ما وقفت هون، كملت بإنتاج مغامرات ميكي وباقي الشخصيات، وبلشت سلسلة السيمفونيات المضحكة اللي كانوا بيعلنوا عنها بعبارة ميكي ماوس بيقدم سيمفونية والت ديزني المضحكة. بعام 1932 وقعت الشركة عقد حصري مع تكنو كولور لينتج أول أفلام كرتونية ملونة، وبدأوا بفيلم فلاور أند ذا تريز، يعني الزهور والأشجار، ومع تعاونهم مع شركات توزيع كبيرة مثل كولومبيا بيكتشرز والولايات المتحدة حرة، صار ميكي ماوس والسيمفونيات المضحكة أيقونة بكل بيت، وصوت ديزني صار يوصل لكل العالم. منتصف الثلاثينات والت ديزني كان حابب ياخذ الرسوم المتحركة لمستوى ما حدا وصل له من قبل. سنة 34 بلش يشتغل على أول فيلم كرتوني طويل بالتاريخ، واسمه سنو وايت إند ذا سيفن دورفز، يعني سنو وايت والأقزام السبعة، المأخوذ عن قصة الأخوين جرين. الشغل عليه أخذ أكثر من 3 سنين تعب وسهر، وانعرض أخيرا بشهر كانون 1937 وكسر شباك التذاكر، وصار أعلى فيلم إيرادات لحد سنة 1939. شركة ار كي او تولد توزيعه، ونجاحه كان مفتاح باب جديد. بأرباح سنو وايت ديزني مولت بناء استوديو ضخم بمساحة 51 فدان بباور بانك
في كاليفورنيا. وبنهاية 1939 فتح الاستوديو أبوابه وصار المقر الرسمي للشركة اليوم. السنة اللي بعدها اسم والت ديزني للإنتاج صار رسمي، وبلشوا يقدموا أفلام قصيرة وطويلة جديدة مثل بينوكيو وفانتازيا سنة 1940، وبامبي سنة 1942، وديمبو سنة 1941. بس مع بداية الحرب العالمية الثانية الأرباح نزلت بالأرض. لما دخلت أمريكا الحرب، كثير من إنتاج ديزني صار بخدمة الجيش. الحكومة الأمريكية والكندية كلفت الاستوديو بإنتاج أفلام تدريب ودعاية. بحلول 1942 حوالي 90% من موظفي ديزني كانوا عم يشتغلوا عن أفلام مرتبطة بالحرب. بعد الحرب ومع عدد قليل من الموظفين وقلة رأس المال، ما كان الوضع سهل أبدا على ديزني. بالأربعينات الأفلام الطويلة تبعهم كانت عبارة عن أفلام حزبة، يعني مجموعة أفلام قصيرة مجتمعة بفيلم واحد، مثل ذا ثري كاباليروس، يعني الكاباليريوس الثلاثة سنة 1944، وميلودي تايم وقت الموسيقى سنة 1948. بس للأسف ما عملوا نجاح كبير في شباك التذاكر. بهالوقت الاستوديو جرب يشتغل على أفلام وثائقية وأفلام تمثيلية مباشرة. طلعوا بأعمال مثل Song of the South يعني أغنية الجنوب سنة 1946، وSo Dear to My Heart يعني عزيز على قلبي سنة 1948. كمان أطلقوا سلسلة ترو لايف ادفنتشرز مغامرات حقيقية في الحياة، اللي كمان منها أفلام ناجحة مثل سيل آيلاند جزيرة الطقمة 1948، وذا فانشينج باراري يعني المرج المتلاشي سنة 1954، وحصدوا فيها جوائز كثيرة. بس الانطلاقة الكبيرة رجعت سنة 1950 مع سندريلا، اللي أثبتت إنه أفلام الكرتون الطويلة لسه قادرة تكسر السوق. وبعدها اجت أليس إن وندرلاند، أليس في بلاد العجائب سنة 1951، وبيتر بان سنة 1953، وأول فيلم حركة لديزني تراجر آيلاند يعني جزيرة الكنز سنة 1950. وكمان ذا ستوري روبن هود اند هيز ميري مي يعني روبن هود ورجاله سنة 1952، ذا سورد اند ذا روز السيف والوردة سنة 1953، و 20,000 ليجز ان ذا سي يعني 20,000 فرس تحت البحر سنة 1954. على سنة 53 خلص عقد التوزيع مع الار كي او، وديزني أسست شركتها الخاصة للتوزيع باسم يونيا فيستا. كانون الأول 1950 تعاونت ديزني لأول مرة مع شركة كوكا كولا لإنتاج أول فيلم تلفزيوني، وانعرض على شبكة الان بي سي بفترة خاصة لساعة في بلاد العجائب. أكتوبر 1954 شبكة الاي بي سي عرضت أول مسلسل لديزني على شاشتها باسم ديزني لاند، اللي صار منصة لعرض مسلسلات جديدة وإعادة بث القديم. وكمان صار الاي بي سي شريك بتمويل تطوير مشاريع ديزني الجديده. المقر تبع المشروع كان بوسط بستان برتقال قريب من انهايم بكاليفورنيا، المكان اللي بعد شوي رح يصير اسطوره بحد ذاته. هلا سنه 1954 والت ديزني كان عنده حلم، مكان بيجمع الاهل والامهات والاطفال الكل فيه بينبسطوا سوا. استخدم برنامج ديزني لاند التلفزيوني ليكشف عن فكرته الجديده اللي هي مدينه ملاهي ما حدا شاف مثلها من قبل. وب 17 تموز 1955 صار الافتتاح الرسمي مع بث مباشر على التلفزيون قدمته آرت لينكليتر ورونالد ريغان. الافتتاح كان في شوية مشاكل بالبداية، بس ما مر وقت طويل حتى صارت ديزني لاند تكبر وتلم زوار من كل أنحاء أمريكا والعالم. يعني 1959 صار أول توسع كبير، وضافوا نظام القطار الكهربائي اللي كان الأول من نوعه بأمريكا. بالمعرض العالمي بنيويورك سنة 1964 ديزني قدمت 4 ألعاب معالم جديدة لرعاة مختلفين، وكل واحدة منهم رجعت بطريقة أو بأخرى لحديقة ديزني لاند. وبنفس الوقت والت كان عم يخطط بسرية لموقع تاني لمنتزه جديد، مشروع ضخم اسمه ديزني كوكب الأرض، في فنادق ومنتزهات وحتى مدينة نموذجية على أراضي اشتراها جنب أورلاند بفلوريدا. خلال الخمسينات ديزني ركزت على التلفزيون كل أسبوع، والأطفال كانوا بيستنوا برنامج نادي ميكي ماوس اللي قدم مجموعة آل ماكتيرز الفرسان وحقق نجاح كبير. وكمان مسلسل ديفي كروكيت خطف القلوب، وبعده بسنتين مسلسل زورو اللي ضل موسمين على اي بي سي. هلا ب 15 كانون الاول 1966 انطفى نور كبير. والت ديزني توفى بعد صراع مع سرطان الرئه. الحلم اللي بناه ما وقف، لان اخوه روي ديزني استلم منصب الرئيس التنفيذي ورئيس الشركه، واول شغله عملها كان تكريم لاخوه ورؤيته. غير اسم المشروع من عالم ديزني لعالم والت ديزني. سنة 1967 نزلوا آخر فيلمين كان والت شغال عليهم، فيلم الكرتون كتاب الأدغال وفيلم الموسيقي أسعد مليونير. وبأواخر الستينات الاستوديو قدم أفلام كوميدية خفيفة مثل علة الحب عام 1968، والكمبيوتر اللي لابس أحذية تنس 1969 اللي كان بطله اكتشاف ديزني الشاب وقتها كيرت راسل.
دخلت السبعينات مع أول فيلم بعد رحيل والت اللي هو أريستوكاتس، وبعدها رجعوا للمسرحيات الموسيقية الخيالية بيد نوز إند برومستيكس سنة 1971. 1 تشرين الأول 1971 فتح عالم والت ديزني أبوابه للعالم. حلم والت صار حقيقة، بس الفرحة ما طولت، لأنه بعد شهرين روي ديزني توفى بسكتة دماغية، تارك الشركة بإيدين دون تيتوم وكارد ووكر ورون ميلا. الثلاثة تعلموا على إيد والت وروي، حملوا الأمانة لكمل المشوار. بالسبعينات ديزني كان لسه عم تنتج افلام عائليه مثل اسكيب تو واتش ماونتن، يعني الهروب الى الجبال الساحره ب 75، وفريكي فرايداي، والجمعه يعني الجمعه الغريبه 67. بس الافلام ما عملت ارباح كبيره بشباك التذاكر. مع هيك قسم الرسوم المتحركه حقق نجاحات حلوه مع روبن هود 1973، ذا ريسكويرز في عام اعمال الانقاذ، ذا فوكس اند ذا هاوند يعني الثعلب والكلب بال 81. بسنة 1979 الاستوديو جرب يدخل عالم الخيال العلمي بفيلم الثقب الأسود، مستوحى شوي من أجواء حرب النجوم، وكان من أوائل أفلام ديزني اللي أخذت تصنيف البي جي، ويعني Parental Guidance تحت إشراف الوالدين. وبعام 1980 تعاونت ديزني مع بارما وين بفيلم باباي اللي ما عجب النقاد كتير، بس عمل أرباح مقبولة. رجعوا تعاونوا بفيلم دراغون سيلر يعني قاتل التنين 1981 اللي كان أجرى وأكثر نضج من أي إنتاج سابق لديزني، بس للأسف فشل تجاريا. التجارب مع أفلام تانية مصنفة البي جي مثل ترون 1982 دفعت مدير التنفيذي رون ميلر تأسيس علامة جديدة تابعة لشركة اسمها توتشي ستون، مخصصة للأفلام موجهة للكبار. وأول إنتاج كان رشة الكوميديا 1984 اللي نجح بشباك التذاكر. على التلفزيون برنامج عالم ديزني الرائع ضل محافظ على مكانه بوقت الذروة، ورجعوا ببرامج مشتركة مثل مصنع الفئران وإحياء نادي ميكي ماوس 1980، وأطلقوا والت ديزني هوم فيديو ليستفيدوا من سوق أشرطة الفيديو اللي كان عم يكبر يوم بعد يوم. بعد 18 سنة 83 طلعت قناة ديزني كقناة اشتراك على الكيبل، وفيها مكتبة ضخمة من الأفلام الكلاسيكية والمسلسلات مع إنتاجات أصلية للعائلات. هلا بالمنتزهات سنة 1978 أعلنوا عن مشروع جديد بعالم والت ديزني، وافتتحوا بأكتوبر 1982 مستوحى من حلم والت عن مدينة مستقبلية نموذجية. وكمان شركة أورينتال لاند دخلت شراكة مع ديزني لبناء أول ديزني لاند خارج أمريكا. طوكيو ديزني لاند اللي فتحت بأبريل 1983، بس رغم نجاح القناة والمنتجات الشركة كانت ضعيفة ماليا، مكاتبها السينمائية كانت قيمة بس الإنتاجات الجديدة قليلة، والمنافسة قوية خصوصا من أعمال دون بلوث اللي ترك ديزني سنة 1979. بال 84 ممول شاول شاتنبرغ حاول يستولي على الشركة ليبيع أصولها. ديزني خاضت معركة شرسة ضده بمساعدة مستثمرين داعمين، قدرت تحافظ على نفسها وجابوا وجوه جديدة لقيادة الشركة. بعد وفاة والت سنة 1966 شركة والت ديزني واجهت كتير محاولات استيلاء من مستثمرين كبار، بس قدرت تصمد. هلا بنص الثمانينات وبداية التسعينات نشاط ديزني رجع يشتغل أولا بفيلم صنعوا الأرنب روجر 1988، وبعدها ذا ليتل ميرميد الحورية الصغيرة بال 89 اللي فتح باب سلسلة نجاحات كبيرة نقديا وتجاريا لقسم الرسوم المتحركة. مو بس هيك، ديزني دخلت بقوة بمجال الرسوم المتحركة التلفزيونية وقدمت أعمال بميزانيات عالية ونالت إعجاب الجمهور مثل مغامرات الدب جومي وحكايات البطة. وبسنة 1993 رئيس الشركة جيفري كاسنبيرغ وسع نشاط ديزني للكبار بشراء شركة ميرا ماكس، وبعدها ب3 سنين سنة 1996 ضموا قناة الاي بي سي بكل اصولها. هذا الشيء دخل شبكة الاي اس بي ان تحت مظلة ديزني. بأوائل التسعينات ايزنر وشركائه اطلقوا خطة سموها عقد ديزني، مشروع ضخم بيشمل انشاء منتزهات جديدة حول العالم وتوسيع الموجودة واطلاق افلام جديدة واستثمارات اعلامية كبيرة كثير. ومن هالمخططات نجح بس بعضها فشل، مثل منتجع يورو ديزني واستديوهات الام جي ام بهوليوود وباريس. 8 تموز 2005 رجع روي ديزني ابن اخوه لوالت على الشركه، بس هالمره كمستشار ومدير متفرغ من دون حق التصويت. بنفس السنه احتفلت حدائق منتجعات ديزني بذكرى 50 لافتتاح ديزني لاند ب 17 تموز، وبعدها بشهرين ب 12 ايلول فتحوا ديزني لاند بهونغ كونغ. رسوم متحركه اطلق اول فيلم 3 دي بتاريخ الشركه اللي هو تشيكن ليتل يعني الدجاج الصغير. ب 29 تموز 2005 اعلنت ديزني انها رح تسكر استوديوهاتها باستراليا. وبال 2006 بعد 17 سنة من العمل 16 كانون الأول 2009 توفى روي ديزني بسرطان المعدة، وكان آخر فرد من العيلة مشارك بإدارة الشركة وبيمتلك حوالي 1% من أسهمها. وبعدها بأسبوعين ب 31 كانون الأول ديزني اشترت مارفل ب 4.24 مليار دولار، وأكدت إنه هالشيء ما رح يغير سياسة أو منتجات مارفل.
مع إطلاق رابونزل سنة 2010 إيد كاتمون صرح إنه أفلام الأميرة ممكن تتوقف إلا إذا في فكرة جديدة بسبب تغيير ذوق الجمهور، لكنه نفى لاحقا الكلام على صفحة ديزني الرسمية. بنيسان 2011 أعلنوا عن مشروع شانغهاي ديزني بتكلفة 4.4 مليار دولار، والمقرر افتتاحه بال 2015. وبآب 2011 ايجر قال انه بعد نجاح بيكسر ومارفل عم يدور على شخصيات او شركات جديده تخلق قصص وابطال كبار. واخيرا ب 14 كانون الاول 2017 ديزني اعلن عن صفقه شراء 21st Century Fox، خطوه عملاقه وسطر جديد بتاريخ الامبراطوريه. بالفتره الاخيره صار في كتير كلام ونقاشات حول تغيير توجهات ديزني، وفي ناس عم تشوف انه بعض انتاجاتها او سياستها صارت تطرح مواضيع او قيم مثيره للجدل، خصوصا بموضوع المحتوى الموجه للاطفال. هلا قضيه جمع بيانات الاطفال، لجنه التجاره الفيدراليه بامريكا غرمت ديزني 10 مليون دولار بعد ما اتهموها بجمع بيانات عن اطفال تحت سن 13 سنه عبر اليوتيوب بشكل مخالف للقانون، واستخدام هالبيانات بالاعلانات الموجهه. وكمان اتضح انه بعض الفيديوهات ما كانت مصنفه بشكل صحيح، وهذا سمح بوصول محتوى غير مناسب للاطفال عبر التشغيل التلقائي. الجدل حول القيم والمثلية بالسنوات الماضية بعض أفلام ومسلسلات ديزني ضمنت مشاهد أو شخصيات مرتبطة بالمثلية، وهذا أثار اعتراضات بلدان عربية وغربية. مثلا مثل فيلم لايت يير كان من بين الأعمال اللي انحظرت عرضها بدول عربية بسبب مشهد قصير له علاقة بالمثلية. مؤخرا مع تغيير الإدارة والسياسات بأمريكا، صرح الرئيس التنفيذي بوب إيجر إنه الإنتاجات رح تركز أكثر على المتعة والترفيه، وأعلنت بيكسار حذف شخصية متحولة جنسيا من مسلسل موجه للأطفال كجزء من نهج جديد. في مقالات عربية بتحذر من إنه ديزني عم تستخدم قوتها الإعلامية لتضمين قيم أو أفكار تتعارض مع العادات والتقاليد والقيم الدينية، واعتبار إنه هالشيء ممكن يأثر على وعي الأجيال الصغيرة، خاصة إنه في شخصيات وأفلام ديزني مرتبطة بمنتجات مدرسية وألعاب منتشرة بكثرة. ديزني مو بس شركة، هي آلة أحلام بتعرف كيف تاخدك من واقع وتحطك بعالم تاني، بس ورا هالأنوار الموسيقى في ناس بيشوفوا جانب تاني. قوة إعلامية عم تتشكل أو عم تشكل خيال أجيال وتزرع أفكار يمكن ما كل العالم بيتفق عليها، بين السحر والجدل، بين العلم والحقيقة. هي ديزني، الحكاية اللي بلشت برسمة صغيرة وصارت أسطورة بتحرك مشاعر وكمان أسواق. إذا وصلت معي نهاية الفيديو يعني عجبك، فلا تنسى تدعمني باشتراك ولايك وشير وتعليق، الشغلات الظريفة. والسلام.